انا مش مجرد شويه حجاره، انا شاهد على 200 سنه من الزمن. انا رمز للقوه وللنهضه وكمان لحلم ابتدى في عقل راجل واحد. انا مسجد محمد علي. في سنه 1830 محمد علي باشا كان بيحلم بحاجه اكبر من مجرد مسجد، كان بيبني رساله للعالم كله، مكان يحكي عن قوته ويبقى شاهد على عصره. علشان كده اختار اعلى نقطه في القلعه وبدا يبني بحجر الجير ورخام مستورد وامهر الصنايعيه علشان يطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه دلوقتي. انا ما كنتش مجرد مسجد للصلاه، انا كنت مركز قوه. شفت جيوش داخله وجيوش خارجه، سمعت خطط بتتقال جوه جدراني، وكمان كنت شاهد على نهضه مصر الحديثه. هنا محمد علي حكى، وهنا اولاده واحفاده كملوا المشوار من بعده، وهنا الزمن كان بيكتب تاريخ جديد. لكن بعيدا عن القوه والتاريخ، انا تحفه معماريه، تصميمه متاثر بالمساجد العثمانيه وخصوصا مسجد السلطان احمد في اسطنبول. القبه الضخمه اللي بتوصل ارتفاعها ل 52 متر، حواليها 4 انصاف كبار وكانها بتحضن السماء. والمميز كمان المأذنتين الرفيعين اللي مش شبه اي مأذنه تانية في القاهره، ارتفاع كل واحده فيهم 84 متر وبيمثلوا الاسلوب العثماني النادر في مصر. لكن الزمن سب صمته عليا. في 1992 زلزال قوي هزني واسقط اجزاء من جدراني، وبعدها بدات اعمال الترميم علشان ترجع لي حياتي من جديد وافضل شاهد على تاريخ مصر. لكن وسط كل ده فضلت فاتح ابوابي للكل. هنا الناس بتتجمع، السياح بيجوا من كل حته في العالم، وكل اللي يدخل يحس انه جوه مكان مختلف. بين جدراني هتشوف العظمه وتحس بالهدوء والسلام في نفس الوقت. بس اللي شفتوه ده مش كل الحكايه، في اسرار مستخبيه بين الجدران، تفاصيل محدش بياخد باله منها، ورموز بتحكي قصص اقدم من 190 سنه. استنوا الحكايه الجايه. لو عجبتكم الحكايه ما تنسوش تعملوا لايك وشير علشان نوصل لاكبر عدد ممكن. ودي كانت حلقه من اماكن بتحكي. خليكم معانا في رمضان علشان نكتشف اسرار التاريخ سوا، وكل ده فكره التنفيذ العبد لله مهند احمد، عشان نعرض ليكم تاريخ مصر الحي باحلى شكل. ورمضان كريم.